كم نسبة السكر في المشروبات الغازية؟ تعالوا نشوف ونقارن. رحت للمحل واخترت المشروبات الغازية، البيبسي والسفن آب، الميرندا بالليمون، ميرندا بالفراولة، شاني، كوكا كولا، فانتا بالليمون، فانتا بالبرتقال، ديو، سبرايت، وخذيتهم للمحاسب. لازم نعرف المكونات، إن كل علبة فيها 320 ملي، لكن العناصر تحسب لكل 100 ملي فقط. شوفوا السكر لكل 100 ملي 11 جرام في البيبسي، وهنا في الكوكا كولا 7 أب 11 جرام، في الشاني 14، فانتا بالبرتقال، بالليمون، سبرايت، الميرندا بالليمون، الميرندا بالفراولة. هذا الكوب تقريبا ياخذ 320 وزيادة شوي. لو بنحط فيه الشاهي كم نحط فيه من مكعب سكر؟ مكعبين، 3، 4 ممكن. لكن لو خذينا المشروبات الغازية في هذا الكوب كم فيها من مكعب سكر؟ تعالوا نشوف. طيب احنا قلنا الفانتا برتقال وشاني نسبة السكر فيها 14%، ولأن كمية المشروب 320 فكأن كمية السكر فيها 44.8. نشوف كم مكعب: 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16. تقريبا 15 إلى 16 مكعب في العلبة الواحدة من شاني وفانتا. في سبرايت، 7 أب، بيبسي نسبة السكر 11%، تكون كمية السكر في كل علبة 35.2. نشوف كم كمية أو عدد المكعبات: 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، تقريبا 12 أو 12 مكعب سكر، يوصل لنا إلى 35 جرام في كل علبة من هذه العلب. الآن نبغى نشوف أي هذه المشروبات الغازية فيها سكر أكثر. فانتا برتقال وشاني فيها 14%، فانتا حمضيات وميرندا فراولة فيها 13%، ميرندا حمضيات وديو فيها 12%، سبرايت، 7 أب، بيبسي فيها 11%، وأخيرا الكوكا كولا فيها 10.6%.